الف الف مبروك. الله يبارك للزعيم اسيا بجد. النهارده الهلال ضرب مثال كبير لكل الانديه العربيه اللي خرجت من دور ال 32، والهلال ادى مثل كبير ان هو الزعيم اسيا وافضل الانديه العربيه الموجوده في البطوله حاليا. وبجد احنا اتشرفنا وفرحنا كتير للهلال من مشجع اهلاوي، فرحان لاخواتي الهلاليين والسعوديين. فوز مستحق، وفاز من احترم الخصم، وفاز من اجتهد. اول شيء نقول الف 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 مبروك للامه الهلاليه، الف مبروك للشعب السعودي كامله. اللي صار اليوم واضح جدا انه ما هو عمل يوم ولا يومين. تمام. هذا هو المشروع. تمام. المشروع اليوم بانت نتائجه. تمام. برجال الهلال وقفوا وقفه يشكر لها. نحيي كل هلالي موجود دعم الهلال، سواء من اعضاء شرف، واخص بالشكر الامير الوليد بن طلال اللي وقف مع الهلال وقفه ما ننساها. الله يعطيه الف عافيه على الوضع اللي سواه، وشكرا على صفقه بونو. ودائما نقول كلنا ديما بونو، ديما بونو، لانه هو الصراحه رجل المباراه. نعطيه الف شكر. النهارده بونو شال 3 أهداف محققه في الشوط الاول كادوا ان يقلبوا النتيجه تماما عقبا عن راس. صحيح. فلازم نحييه تحيه كبيره ان بونو جون محترم وجون كبير. هذه اول شيء. الشيء الثاني، ما حد ينكر الصراحه اللي تعاقد مع المستر انزاجي اليوم سوى لنا شيء يدرس. اللي عمله اليوم مع الهلال يدرس. تمام. صراحه خلاهم يعرفوا يوقفوا وقفه انت رجاله كسبت باحترام من اعظم فرق اوروبا اللي نعم. كانت مكتسحه اوروبا. صحيح. في احد السنين الماضيه مانشستر سيتي فريق كبير جدا. صحيح. واللي انت تربحه وتعدي لدور الثمانيه، انا بقول لك تطمع في اللي انت تكسب فلومنسي، بس ما ينفعش لعيبه الهلال تتغر. صحيح. ان هي كسبت مانشستر سيتي 4-3 اللي هي خدت البطوله، لا عندها دور واثنين وتقدر توصل لابعد نقطه. اتوقع بنسبه كبيره. لا، الاداريين الهلال واعيين للموضوع هذا، لعيبه الهلال محترفين بشكل كبير وفاهمين موضوع انه خلاص احنا اليوم صفحه واتقفلت. اليوم فرحنا، حنقعد نفرح. فرحنا خلاص بعد الماتش، خلاص نركز في اللي بعده. تنتهي اليوم الفرحه، بكره يبدا استعداداتنا. في عندنا ريكفري المفروض يصير للعيبه. تمام. في جهد الصراحه بذل اليوم. تمام. بشكل مو طبيعي. تمام. الله يكون في عون اللعيبه. طبعا. الصراحه اليوم طبعا 120 دقيقه ملحمه هلاليه قويه جنونيه. الله اكبر الله اكبر، ماتش دراماتيكي. وانزاجي عرف يكسب جوارديولا باللعب وبالاداء. لا غيابات وما في دكه. مع احترامي للغيابات يا معالي الباشا، انت النهارده بتلاعب